اهلا بيكم ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات موقع دنك. النهارده هنجرب 3 منتجات ديري ميلك، كيت كات واوريو. يلا بينا على المنتج الاول. النهارده هنقارن بين ال3 حاجات في 3 حاجات مهمه. الاولى بينهم الشكل، الحجم، السعر. دول 3 حاجات. طب والطعم ده الاساس بتاعنا. ونشوف مين افضل شركه عملت ايس كريم من شركات ملهاش دعوه بالايس كريم. نبدا اول حاجه باوريو. النهارده هنفتح ونجرب وندوق. الحجم، السعر 10 جنيه، كويس يعني السعر مش غالي. في نوع اوريو جديد تاني في الايس كريم، نوع تاني انا ما جبتوش، انا بجرب الستيك دلوقتي عشان يبقى المنافسه فير. نفتح ونجرب وندوق. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده شكل الاستيكهايه، هي مرهقه شويه بس ايه يعني ايس كريم ايس كريم كده بتقع ما شاء الله. يلا نبدا بقى ونقول بسم الله. ايه ده؟ ما شاء الله. المهم خلينا متفقين ان اوريو ايس كريم ده مش ايس كريم، الستيك ده مش ايس كريم. ده ما يمنعش ان هو طعمه حلو، هو طعمه حلو وطعمه حلو اكنك بتاكل اوريو بالظبط. طعم اوريو محترم بس سايح وعاملينه واحده كبيره يعني. طعم الشوكولاته حلو اوريو، طعم الكريمه اللي جوه دي اللي هي كريمه اوريو برضو الطبيعيه، ما فيش حاجه مميزه. المميز الوحيد اللي فيه ان هو مش ايس كريم، هو اوريو وبطريقه مختلفه، شكل مختلف. تقييمي ليه كطعم زي طعم الاوريو بالظبط، فانا اقدر اديله 8 من 10 لان ممكن اجيب اوريو مش فارقه. ليه اجيب حاجه ممكن تسيح مني بسرعه كده ايزي. يلا يبقى احنا كده عرفنا التقييم الاولاني مبدئيا لحد ما ندوق الباقيين، ويلا بينا نشوف المنتج الثاني. ما شاء الله. فتحت بالحته العكسيه غلط المفروض. شايفين الشكل بس من وانت بتفتح كده حاجه تفجع. ادي الشكل من جوه. برضو مرهقه شويه حبتين. ندوق بس الاول اهم حاجه عشان خاطر ايه تبقى الدنيا حلوه ان شاء الله يا رب. بسم الله. دقناها عشان اكون صريح، هي حلوه. الشوكولاته اللي فيها بتبين طعم كيت كات بس اكترها سوداني. طعم السوداني فيها طاغي قوي بزياده. الايس كريم فيها عادي يعني. عايز افهم مفيش اختلاف جامد في الايس كريم في الطعم يعني، مش حاجه مش باكل كيت كات. الثانيه اوريو كنت انت بتاكل اوريو، هم عاملين ايس كريم عشان خاطر ان هم يخليك تاكل البراند بتاعهم بس على شكل ايس كريم. كيت كات ده كلت ايس كريم بجد يعني، حاجه طعمها حلو بس مسكر زياده عن اللزوم. السوداني فيه طعمه طاغي جدا. الشوكولاته اللي فيه طعمها حلو، حتى شوكولاته الايس كريم ايس كريم فعلا. اقدر اديله على الطعم 8 من 10 برضه. نسيت اقول لكم ان سعر ال 15 جنيه مسكر قوي. لو هقارن بين الاثنين انا هقول لكم المقارنه في اخر. يلا نجرب الثالث والاغلى والاكثر شهره في مصر، ديري ميلك. المنتج المنتظر ديري ميلك. ما شاء الله ما شاء الله. يظل الشكل فيه مشكله. ما شاء الله ما شاء الله. نفترض ان ده الشكل الطبيعي بتاعها وده الشكل اللي هو الايه الاول ما الوش بتاعها وقع. عايزين ندوق بسرعه قبل ما ينهار. بسم الله. طب انا لاحظت مشكله عموما في الايس كريمات بتاعت الشركات اللي هي مش بتاعت ايس كريم. اولا طعم الايس كريم بيبقى مايل اكتر للمنتج اللي هم بيقدموه. يعني ديري ميلك طعم الشوكولاته اللي هي اللي على الوش دي اللي بتقع دي، فعلا طعم الشوكولاته بتاع الديري ميلك احسن شوكولاته ماشي. وطعم الايس كريم حلو على فكره يعني، هم عاملين الاثنين. غير ان سعره 20 جنيه يعني هو الاغلى ماشي، اغلى من كيت كات واغلى من اوريو. فلو هقارن في السعر فالاحسن سعر اوريو، ولو هقارن في الحجم فافضل كان حجم كان كيت كات. انما الافضل في الطعم نسيت اقول لكم ان انا هديها كايس كريم 9 من 10. فنقدر نقول ان افضل واحده فيهم هي ديري ميلك. ديري ميلك هي الافضل في اقتحام عالم الايس كريم. عالم الايس كريم في شركات كبيره وجميله جدا، دولسي وكوموكونو وميجا. ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، واستنوا الفيديوهات الجديده من موقع دنك. هنجرب حاجات احسن، هنجرب حاجات اكتر. استنونا الاسبوع الجاي. يلا عايزين حاجه مني؟ لا، مع السلامه.